بصوا المسامات بتاعتها عامله ازاي. مساماتها ناعمه مش واسعه، هشه، عاليه، طريه. بصوا نضغط عليها بترجع تاني. هاتي 4 بيضات. بسم الله. حطي عليهم ظرفين فانيليا، انا اخترت بطعم البرتقال. حطي كمان كوبايه سكر. بسم الله. ورشه ملح، ونص كوبايه زيت او سمنه او زبده، اي حاجه في الثلاثه دول اللي يعجبك. بسم الله. قلبي حلو بقى لحد ما السكر يدوب. بسم الله. حلو قوي كده. حطي عليهم بقى كوبايتين ونص دقيق. حطي كمان ظرف كيك شيف دريم، وهو ده سر الكيكه الناجحه. بيظبط الكيكه في كل مره وبيخليها هشه ونافشه وما فيهاش فراغات كتير. ده غير انها بتفضل طازه لاطول وقت ممكن. كيك شيف تخصص كيك. بس قلبي حلو كده، ونضيف كمان كوبايه لبن، وكملي تقليب. بس لحد ما توصلي للقوام الحلو ده. هاتي بقى صينيه مقاس 28 مدهونه بقطعه زبده كده، وفضي فيها خليط الكيك. بسم الله. بس خديها بقى على الفرن، تكوني مسخناه من قبل ما تبدأي في عمايل الكيك. دخليها بقى الفرن على الرف اللي في النص، النار شغالة من تحت بس ما تشغليش شواية. درجة حرارة 180. هتاخد 35 دقيقة بالظبط. وبعد 35 دقيقة بالظبط كانت استوت وبقت كده. ومن الطبيعي اني استناها تبرد، بس انا بحب الكيك سخن، فنقلبها بقى ونقطعها. بسم الله. الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لازم تسيبوها عشان تبرد عشان ما تفرولش منكم، بس انا بحب اكلها سخنه. بصوا بقى. بسم الله. بصوا شكلها عامل ازاي. بصوا المسامات بتاعتها عامله ازاي. مساماتها ناعمه مش واسعه، هشه، عاليه، طريه. بصوا نضغط عليها بترجع تاني. بصوا جمالها ولونها. بسم الله. بصوا. بصوا معنى ان احنا نضغط عليها كده وترجع تاني، هي مستويه حلوه قوي كده وهشه ونافشه، ومساماتها حلوه قوي. مفيش اجمل من كده. بصوا. بسم الله. الكيكه دي هتعمليها بعد كده كل يوم. قومي جربيها دلوقتي وقولي لي رايك فيها ايه. بصوا شايفين من النص بقى مش من الحرف. بصوا جمالها. بصوا جمالها. وبس كده، دي اسهل كيكه ممكن تعمليها. يا رب تكون الوصفه عجبتكم، اسيبكم في حفظ الله، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع الف سلامه، بحبكم جدا في الله.